دلوقتي عارف ان الشكوى لغير الله مزلي، وانا ولا طالع اشكي ولا ابكي ولا شايلكم همي، انا طالع افضفض عشان انا تعبت، قربت اطق قلت اطلع افضفض فانا عايزكم تسمعوني، عشان انا لما اخذ خلقاتي وهج في الجبل ما حدش يعرف لي طريق ما تقولوش لي تهوس، ما انا ما تهوستش، البني ادم طاقه، انا طاقتي قربت تنفس خلاص، انا اليومين دول واخد دور برد ويمكن باين على صوتي، وشغال اشرب سوائل سخني واخد برشام واخد مضاد حيوي والف على الكونجستال وما الاقيش، واقول زباد الحمد لله دور برد والناس كلها واخداه. جت امي صحتني في الصبح وانا ما نمتش الليل كله، قادر افتح عيني في الشمس، قال لي قوم هات لي دولي، اما يا دول قلت انا تعمل لي صينيه مكرونه بالبشاميل، قلاش باللحمه المفرومه، اي حاجه تضطر الدني بدل الجفاف دي. قالت لي لا ده اسم جدك وجدتك وخلانك وخالتك وجابت لي الحي والميت من سنه 60 لورا. طب ليه اما انت عايزه ده كله؟ قالت زي بعض ليه 40 جنيه في معاش جدك وعايزاهم، امي شده محامي ودعك الدنيا عايز. طب حاضر يا اما اروح اني واجيب. اصل بص ما يقول لك الجنه تحت اقدام الامهات، تكسب رضا ابوك وامك، انا ابوي الله يرحمه قلت تكسب رضا امي، ما يعملش حاجه زي بعضه ولازم الواحد يبقى بر بوالديه. حاضر يا اما من عيوني. طلعت على مكتب الاصدار لقيته زحمي، رحت مكتب تاني، المهم وصلت بعد ما اجي وصلت تاني. طبعا انتوا عارفين الموظف الحكومي يقابلك بالبشاشي وبالترحاب والابتسامي ويتعاون معاك والورق اللي انت عايزه يطلعه لك، اول ما تروح له يطلعه لك على طول الورق اللي انت عايزه. قلت زي بعض رحت طبعا شهاده وفاه وشهاده ميلاد واللي طلع واللي ما طلعش. اول حاجه جدي اسمه نجيب، رحت لقيته هناك لقيته بخيت، يا عم انا جدي اسمه نجيب، قال لا ده بخيت غلطه تروح مكتب الاصدار تعدلي. طب زي بعضه نقطة البي خلاها لي نون ونقطة الخاء خلاها لي جيم وظبطها، قال لا ده لازم انت تستهبل، قلت زي بعض يا عم زي بعض. اسم جدتي اسمها نايري، والله اسمها نايري، لقيتهم كاتبينها فايزي. ياد ما تجود ليه من مخك، ما اسمها هي ما اسمها نايرة من زمان من سنة 70. قال لك لا دي عندنا اسمها فايزي، روح عدلها في الاصدار خليها نايري. طب زي بعض سيبك من اسم جدي وجدتي خالص، طلع لي قسيم الجواز لابوي وامي سهلي. البطايق مظبوطه والاسامي مظبوطه وكله تمام. قال لي لا ده دي لازم تجيبها ورقي من المحكمه عشان ما نزلتش على الكمبيوتر، تجيبها من المحكمه ورقي وتجيني انزلها لك على الكمبيوتر واطبعها لك ورقي. طب يا ما زي بعض ارحميني اني ارحم العبد الفقير لله اللي ما ملوش حيله لا حول ولا قوه لي، يعني زي بعض ارحميني اني ادي لك 40 جنيه باثر رجعي 40 سنه لورا يبقى حسبنا 400 جنيه اخدمه بعد عني. قالت لا انت ما هتضحك علي وما تغلطني، انا شد محامي وسيبني اشوف شغلي، هات لي الورقات وسيبني اشوف شغلي. طب حاضر انا دلوقتي شغال الف واقول يا روح يا اولاد واجيب انا في شهاده الميلاد وشهاده الوفاه وقسايم الجواز والف حوالين نفسي، اللي مات ارتاح، اللي مات قريب واللي مات بعيد واللي مات من سنه 60 ارتاح، شغال انا الف عليها على الحروف المغلوطه والنقط الملخبطه، من ما اعدل النقط انا تكون جتني نقطه. طب ما انا لو حصلت لي حاجه ما حدش هينفعني، ما انا ما حدش ولما قصر يقول لك ايه قصر ابن عاق غير بالي بوالديه وما كسبانش رضا امه، طب انا هروح انا طالع لكم شوروا علي، يعني هو يا رب امي ما تشوفش الفيديو دي عشان ما بيتش في الشارع انا دي، بس انا عايزكم تشوروا علي، اسيب اللي وراي ولا قدامي واقعد انا اعدل في اسم جدي وجدتي اللي ماتوا من الستينات، انا جدي كان شغال مع الملك فاروق كان يقبض 13 قرش، هم عايزه يحسبوا له اجر رجعي لحد ايام الملك فاروق لورا وشد محامي ودعك الدنيا عقده في البلد. فانا اروح فين واجي منين؟ يا روح يا اولاد يا روح، انا عايز حد في مكتب الاصدار او في الاحوال المدنيه اروح له بالبطاقه بتاعتي او بالرخصه، المهم اخذ له الرقم القومي اقول له لو سمحت اكتبني لا ينتمي هذا الشخص لا ينتمي لاي اسره في البلد، مقطوع من شجره، تبقى مكتوبك ده بين قوسين مقطوع من شجره، لما اروح اخلص مصلحه حكوميه ولا يطلب مني شهاده وفاه ولا شهاده ميلاد ولا قيد عائلي ولا عشان انا خلقي ضيق، والله ما حمل الهوى، والله ما حمل الهوى اني، والله ما قصر يقولوا لي قصر، يقولوا لي عفش، دلوقتي عايزين جماعه كبار اعضاء مجلس شعب وناس شيوخ وناس كبيري او نقدوا ونحلوا، كبارة بلد نعملوا قعدة عرب ونحلوا نشوفوا يلا يرضى امي بعيد عن الرميح دي، ادفع انا يا عمي باثر رجعي يا عمي احسبي لي، بس ان شاء الله اللي ما يشفق علي ما تشفق عليا.